عسلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعافية. اليوم ان شاء الله باش نعمل بقلاوة تونسية. باش نبدا بالعجين. عندي هونيا كيلو فرينة دقيق، كعبتين بيض، مغرفة متاع قهوة، ملح، 120 مليلتر زبدة اللي غليتها ونحيت لها الماء متاعها، وعندي 250 مليلتر ماء بارد. اذا باش نبدا على بركة الله. باش نحط الملح في الدقيق متاعي، باش نحط البيض ونحط الزبده متاعي ونبدا نخلطهم بشويه حتى يتخلطوا مع بعضهم. نصب بشويه الماء. اذا عندي هنا شويه ماء زهر. اذا العجينه متاعي حضرت، مش خليها ترتاح اقل شيء ساعتين وبعد نستعملها. العجينه متاعي هنا ارتاحت، توا باش نخدمها. نحط شويه نشا، اذا باش نقص الوحده متاعي، باش نقصها في الوسط. يعني باش نقص 10 كعبات، 10 قطع من العجين. عملت 20 قطعة وتوا باش نخدمهم. باش نعمل شوية هنية نشا مايزينا، ونحل الورقة متاعي بالقلقال. بسم الله. وهكا توا باش نعملهم الكل بنفس الشكل. اذا هذوما العجينه متاعي اللي حليتها، عملت الكل في الكل 20 ورقه، باش يجيو 10 ورقات، 10 وحود لوطه يعني في الطبق اللي باش نستعمله. ومن بعد نحط الخليط متاعي متاع اللوز، ومن بعد نحط 10 ورقات من الفوق. يعني الخليط متاع اللوز متاعي عندي هنا 700 غرام لوز مرحي، رحيته مع شويه من السكر الناعم، ما رحيتوش برشا، خليته مهروش شويه. عندي هوني زوز وبوفريوة يعني بندق والعين الجمل 300 غرام، اللي عرجتهم عملتهم حمصتهم ورحيتهم. هوني عندي 150 غرام، عملت 50 غرام هنية سكر ناعم، وهنا 150 غرام، يعني الكل في الكل باش نعمل 200 غرام سكر ناعم. وعندي هوني زبدة اللي غليتها، نحيت لها الماء بتاعها، عندي حوالي 400 غرام. اذا دهنت الطبق متاعي اللي باش نستعمله شويه زبده. باش نبدا نحل الورقه متاعي. هذه هي الورقه. دوب ما نعمل هكا وهي تجي معايا. نحطها هكا ونبدا نجبد بشوي بشوي. ونعملها بشويه من الزبده متاعي. القايع اللي فيهم الهواء نعملهم بالفرشيطه كيف ما هكا، باش نحرم الهواء متاعهم. نعمل الورقه اللي من بعدها، نكمل على نفس المنوال. اذا الورقه الاخرانيه مانيش باش نعملها بالزبده، خاطر باش نحط فوق منها الخليط نتاع اللوز نتاعي. عندي هوني اللوز
اللي باش نستعمله باش نعمل السكر متاعي الناعم. نخلط. باش نجي للوحده متاعي ونحط هوني، نعبي الجناب، نعبي ديما الجناب متاعي باش ما يبداوش فارغين. توا باش نحط البوفريوه متاعي. عندي هونيا فستق حلبي كيف باش نحطه. اذا حطيت شويه بندق، وتوا باش نكمل نحط الخليط اللي تبقى متاع اللوز. نحاول نستوي، خليش حتى بقعه ما فيهاش خليط متاعي. عندي هونيا شويه من السكر الناعم باش نحطه فوق. علاش حطيته؟ باش الاوراق اللي باش نحطهم من فوق، الورقه اللي باش نحطها من فوق تقعد لاصقه مع الخليط، وقت نقصها ما تتنحاش. توا باش نعمل الورقه اللي بعدها كالعاده نفس الطريقه. باش نحل الورقه دي متاعي، شدها ديما هكا من الفوق بشويه تتحل، يعني تتحل وحدها كالعاده. باش نعمل بشويه، حاول ما نقطعهاش شويه باش نعمل الزبده فوقها، ونعمل الورقه اللي من بعدها. اذا الورقه الاخرانيه اللي حطيتها توا مانيش باش نستعمل لها الزبده، باش نخليها تشيح وبعدين يلزمني نقصها. اذا توا باش نحاول نقصها. قصيتها توا في الوسط. قصيت البقلاوه، قصيتها على 8. باش نعمل كل 4 مربعات، باش نقسم هكا 4 و4، ونجي هنايا ونعمل نفس الشكل هكايا. نحاول نمشي يكون موازي، يكون الخط متاعي موازي. نفس الواحد، نفس 4 سنتي كيف من هوني. ناخد 4 سنتي ونحاول نعمل نفس الشكل. نمشي معناها قد يكون الشكل هذايا. باش ناخد من هوني. بسم الله. الشكل هذا، ونكمل الباقي على نفس المنوال. اذا قصيت البقلاوه نتاعي كملتها. تو باش نعملها شويه من العسل، باش نعملها شويه زبده. توا في الفرن على 180 درجه ونخليها حتى للتين. البقلاوه نتاعي خليتها 45 دقيقه في الفرن، وتوا باش نحط لها الشحور نتاعها. عملته بكيلو السكر على نص لتر ماء، وتوا بنسخن، قاعده نسخن توا شويه في الشحور باش نصبوا عليها ونعاود نرجعها للفرن.
بقلاوه حضرت، عملت لها شويه، عملت لها شحور ورجعتها في الفرن. غدوة ان شاء الله بعد ما تبرد غدوة كان نقصها. ان شاء الله يا ربي نالت اعجابكم، باقيكم بالف خير وفي امان الله.